عسلامة عسلامة البنات، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا وينكم؟ شنو أحوالكم؟ مش عاملين؟ توحشتكم برشا. راكم قاعدين تشوفوا في الطقس، طقس شتوي بامتياز، طقس يهبل ما شاء الله متاع ركشة هكايا ما نحكيلكمش. وفي نفس الوقت لازمنا نتحداو الكسل ونتحداو البرد ونقوموا لدويرتنا ونقوموا نقضيو قضيتنا وننظفوا دويرتنا ومن بعد نركشوا ما فيها بأس. حسيلو البنات، نبدا معاكم بفطور صباح كيما العادة وكيما جرت العادة. باش نعمل قهيوتي بعد كسوق النحاس هذيك تك 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 تك. باش نمشي سناسة جديدة هكايا، وليت نحب نخرج نشم النسمة هكا ونشرب قهوتي. فما شكون قالوا لي علاش ما تعملش معناها القهوة نتاعك نسكافيه تركضها هكا بزيت وتحطها في الكونجيلاتور. البنات راهي ماهيش منصوح بها ديجا، مخبرين عليها قالوا معناها لطفي يا ربي عافينا وعافاكم الله تعمل الكونسير وتعمل الأمراض الخبيثة وخايبة ما تصلحش. على هذاك البنات ما نحبش نقعد معناها يعني نقد في المرض بيدي عرفتوها. وكان جيت في مشوار نقد فيها زوز تيوبيت ولا مغرفة نسكافيه وهذاك هاو معناها قداش باش تاخذ لي وقت حتى درايج ما تاخذوش في مشوار يطلع الموس وتولي نسكافيه دلولا. حاسلو البنات بعد ما شربت قهيوتي شفت شنو يزيدني وشنو ينقصني وخممت في دبارة الفطور. جيت للبيت القعاد عملت عليها ضربة بالاسبيراتور كما قاعدين تشوفوا. ركحت امور سجود، بدلت لها فطرتها نظفت لها امورها وجيت وقعدت في البيت ريكشة. احد لهنا جيت للكوجينة، رجعت الكوجينة باش نعمل الفطور. اليوم البنات باش نعمل كفتاجي وباش نعمل اصدر هذيك اصدر متاعنا العادي. حاسين البنات انا الكارتيجي نتاعي راني نعمله بالطخطوخ، نحسه يجيني خفيف. فما طاول يقول لك كيفاش خفيف هو بالزيت، بالحق نحسه اخف من المرقاز واخف من اللي هكا بالكبده. حاسين البنات قليت البطاطا وقليت العظم وقليت الفلفل ونقصت للزيت بالكدا بالكدا باش من بعد نرمي القرع نتاعي على خاطر القرع ما يحبش البنات الزيت. لهنا العظم خليته مراوب خاطر احمد يحب العظم مراوب وانا بدي الحق ما نكذبش عليكم نموت عليها العظم مراوبه. عزيلوا البنات لهنا حطيت باش نقلي كما قلت لكم اجرينات الفلفل، زاد اجرينات فلفل جو مزوزين على الكيف. سامحوني. ولهنا بعد ما نقصت الزيت حطيت نقلي في القرع خاطر القرع ما يحبش الزيت وراه يشرب الزيت كي باش نحطوه برشا. لهنا كي قريب يطيب معناها هكا وصايين نقص عليه بصله ونرفسها مع تعطيه بنة يا البنات ما نحكي لكم مش تصدقوني جربوها وتفكروني وادعيوا لي دعيوة خير. ان شاء الله هكا نكون اعطيتكم دبارة لليوم الفطور اليوم، ولا ان شاء الله كان عشنا الفطور غدوة. صدقوني كل يوم الحيرة متاع الفطور شنية أكثر حاجة ممكن تخليك تحرق في مخك الصباح هي دبارة الفطور معناه. هيك هاو كل نهير وقسمه كل يوم شنو كاتب الفطور غير نحنا هكا كان نبداو ناكلو في رواحنا. وهذاك هاو. ولهنا البنات بعد ما كملت القراع حطيت زادا كيف نقصت الزيت الطماطم. زاد الطماطم ما تحبش برشا زيت، ولهنا البنات الطماطم تاع شتا ياسر حامضة وياسر فيها القروصية، نخليها تتقلى مليح 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 لين تقر زيتها. حطيت فيها سنون ثوم وبعد ما كملت البطاطا والقرع والفلفل والعظام باش نحط نقدهم بالسكينة كيكا قطعوا مقطوع. والله لا نعرفها الفازة هذه شنية اسمها. احنا في بنزرت معناها في دارنا كنت في دارنا البنات حقيقة الحق نخليوها كيكة الكفتاجي معناها البطاطا صغرونا كيكة والفلفل يعني نسيروه بالسكينة وذاك هو معناها ما بقى ما نعملولوش هكا. كيف جيت لتونس لهنا عملته مرتين. احمد قام يضحك عليا قال لي عبير شنيا ذا قلت له كفتاجي ولا يضحك قال لي راهو مش هكاك الكفتاجي تو كي نخرجوا للشارع نوريك الكفتاجي نتاعنا شنو. الله غالب كل بلاد ورطالها وكل بلاد وكيفاش. حاسه البنات وليت نعمل هكاك. ولا هنا البنات حطيتك الطخطوخ نطيب الدجاج نتاعي كيما الطخطوخ نتاع الطاجين نحط له فلفل كحل وملح وكركم ونحطه نطيبه في الماء وشويه زيت مش برشا باش ما يقرش زيت وكل ونحط عليه بصله
ونخليه يطيب حتى لين يهبى على الاخر على الاخر ويعمل لك الطخطوخ البنين ونطفي عليه. بعد ما البنات ما كمل طيبت الكفتاجي متاعي الغاز انا ما نحكي لكم وانتم ما يخفيكم، ما نحكي لكمش على كميه الزيوت والطش اللي فيه، ما نجمش نكمل نطيب عليه حاسين. وليت قلت برا خلينا نحكو ومن بعد نكمل نرجع نطيب الصدر متاعي. حسوا البنات لهنا يمكن حكايه ماضي ساعه في مشوار الطقس ما تدار اكثر من هكاكا بالعمل الدنيا غيمت تقولش عليها الدنيا ظلمه. هكا هاو الحمد لله يا ربي. ما هو لازم احنا شتي كنا نبداو هكا نستناو فيها الحمد لله يا ربي. ولهنا البنات حطيت باش نطيب اصدر البنات حطيت مغرفه فلفل ومغرفه طماطم. البنات انا حطيت فلفل بودر فلفل زينه نقولوا احنا، ومن بعد نحط مغرفه هكايا صغيره باش تعطيني توزويزه هريسه عربي. وعملت راس ثوم حطيت قليته بالكدا مع الفلفل والطماطم. والبنات ننصحكم ما تحطوش فيه برشا زيت راهو ما يحبش الزيت جوست هكاكا متاع ميم با مغرفتين ولا حتى مغرفه خاطر ما يحبش ما يشربش السميد ما يشربش. ولهنا البنات كما قاعدين تشوفوا قاعده يتقلى في عقل عقله باش نحط نمرقلو شويه نبقى نتبع فيه بشويه بشويه باش الثوم يطيب ويعطيك البنه نتاعو. ولهنا البنات عندي فيريونت عندي ليمون عندي فلفل بار العبيد وعندي كبار وهذا كويس سميد احرش سميد الاحرش نتاعنا هذاك نتاع المسفوف ولا نتاع الهريسه البسبوسه ولا اللي هو كل واحد شنو يقول له. حاسين البنات حطيت لهنا الليمون قصيته. انا الحق ما نحبوش الليمونه ما احمد يحبوها كاش نحط له فيه شويه والباقي نقصه روندالات ونخليه ياكلوه مع الصدر معناها وحده مش باش نحطوه في الصدر. لهنا مرقت البنات بعد ما بقى الماء بالكدا نحطوا كاس نتاع سميد. وراو البنات الصدر نتاعنا ما ياخذش برشا وقت ميم با دريجين وطفي عليه على خاطر ما فيهوش روح. لهنا بعد ما طاب باش نرمي اكل فيريون زاد كيف دوب ما يهزوا غلوه باش يسيبوا اكل مطعم نتاعهم. والبنات نسيت ما قلت لكمش ما تحطوش الملح كعبه ملح ما تحطوهاش فيه على خاطر الفيريون مالحه والكبار مالح كيف ما نحطوش ملح يجي كل شيء معدل. ولهنا نودكم ونشهيكم ويلا بسم الله ان شاء الله قصيمكم في الجنه. هذا الفطور نتاعي عملت اسدر وعملت الكفتاجي صدقوني كسدر ما تخيروا عليه حتى شيء. الكفتاجي اللي بعثته الغادي وقعدت ناكل في الصدر على ما هو بنين وموزوز وما نحكي لكمش حسيل ويدفي بالحق. ان شاء الله تجربوه حبيبتي وتقولوا لي. ولهنا بعد ما كملنا افطارنا حطيت باش نغسل الماعون ما نحكي لكمش على كلمه يا البنات ما بردوا حسيت انه نجي باش نغسل الماعون يديا قندت. قلت مانيش باش نغسل الماعون واش لازم عليا باش نغسله ما نجمش بصراحه واحد ما ينجمش تبقى الكوجينه داخله بعضها وانا كي تبقى الكوجينه داخله بعضها اصلا اعصابي تتوتر والله تبدا هكا مليانه وما نحملهاش حاسيلو اكيد حتى حد ما يحملها الكوجينه داخله بعضها. حاسيلو البنات كملت غسلت أكل الميعنات وهكاكا وكلمتني أمي ربي فضلها لي ولا ينحيها عليا يا ربي. كلمتني قالت لي عبراني باش نجي فرحانة ما تصوروش ملي عرست أمي يمكن هذه ثالث مرة باش تجيني ولا هي رابع مرة ما تجينيش ديما أمي. وين نقول لها هيا وقتاش باش تجي تقولنا الخشاشر وهي معناها تقول لك علاش ما تجيش انت اخف وكا راجلك يجيبك ديما تستخاف بيا انا وذاك. وهي تقول لك عندي الاولاد زوز ولاد عزاب وبابا ما نجمش تخليهم وحدهم فطورهم وعشيهم وكيفاش بتخلي الدار وحاسيلو وك الحكايات هذوك لا علينا. حاسه لو قلت لها مالها يا امي خليني نمشي نحط نطيب العشاء ما بين انت جيت. قالت لي غير ما تعب روحك. انا قلت لها شنو معناها شنو هي نطيب قالت لي لا نحب المقارن لك سكسي زيني قالت لي من المرق والكسكس والمقارن. قالت لي شنو طيبت انت ماشي بالها معناها عندي معناها بزيت. قلت لها وانا كيف طيبت الكفتاجي داب معناها الفطور ماكم تعرفوا المقلي البنات داب الفطور ابقى حايره في العشاء شنو باش تزيد. قلت لها امي راني عملت كفتاجي وزر وراني على اساس في العشاء باش نقدي لا اله الا الله محمد رسول الله على اساس باش نقادي مقلوب. اما تو كيف باش تجي انت نعمل مرقه ولا نعمل حاجه قالت لي اللي بربي عجبنتي يزيني من المرق ويزيني من الكسكس طيب المقلوب حتى انا شهيه حويجه شايحه يزيني من السخازخ. تقول هي حاسيلو البنات ما نطولش عليكم سرات هذيك هي معناها الدباره نتاع العشاء. قلت لها يعني تجي نورمالمون طيب حاجه باهيه قالت لي لا هذاك هو حاجه باهيه عندي يعني. ان شاء الله نعوضها لها غدوه.
حاسيلو البنات لهنا جيت كملت باش نمسح الكوجينه، وعندي طليه صابون زاده كيف كيف باش نمشي نحط نطويها، ومن بعد نعمل معاكم الريسيت نتاع المقلوب. عملت قهيوه ومشيت عدلك البيت باش نحكي لكم عاركه انا وسجود عليه هكا الصابون اللي خلتني نكملو الا بالروح. هاكم باش تشوفوها شنو باش تعمل في. حليت السخان حطيته قدامي على ما جندت بصراحه في الكوجينه بارده، وعملت قهيوه وجبت كعيبه غله وقعدت نطوي فك الحويجات، ومن بعد هذا باش نكمل ونمشي عاد للكوجينه. نرجع للكوجينه الدنيا بارده وباش نرجع للكوجينه نقد رست المقلوب. نحب نشكركم برشا برشا البنات على تفاعلكم معايا وعلى كلامكم الحلو، بالحق عيشكم بكم انتم قاعده نقدم، وبكم انتم واقفه، وبكم انتم هكايا متشجعه. ربي ان شاء الله يخليكم ليا ويجعله في ميزان حسناتكم. نحبكم تشجعوني برشا برشا في الفيديو هذا، وتكتبوا لي برشا كومنتات وتعملوا لي برشا جمات. ومرحبا بالناس الجديده اللي دخلت معايا القناه، على عيني وعلى راسي. ان شاء الله يعجبكم محتوى القناه ونكون خفيف الظل عليكم. اللي مازال ما فعلش الجرس اتفعل الجرس باش يوصلها كل ما هو جديد. وذاك هو البنات، هاكم تشوفوا شوفوا الكل في القاع، الحوايج الكل في القاع هاكا تجبد وطيش في الاخر فكيت لها وحطيت الكنسترو بحذي. هبلتني خلت لي حتى حاجه في الكنسترو، وباقي الطيش وباقي تجبد وباقي الطيش، الا ما حطيته جنبي باش تهنيت عليه معناه. هيك هاو البنات لهنا كملت كل الحويجات باش نحطهم في الكنسترو ونمشي نحطهم في بيت النوم، ومن بعد عاد نمشي الكوجينه نبداو مع بعضنا حبيباتي في الريسيت. عسلامة البنات، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايامكم شنو احوالكم؟ توحشتكم برشا، شعاملين في هالبرد؟ الحمد لله على كل حال. مطره وبرد كنا نستناو فيه معناها عنا مديده باهيه، الحمد لله يا ربي اللي ربي يرحمنا ونعم علينا اللهم بالغيث النافع. ربي ان شاء الله يرحمنا ويعطينا هكايا القوه، على خاطر بالحق بارده برشا. وينكم البنات شو عاملين؟ نتغش عليكم شويه لما حالة على خاطر الفيديو اللي اخر مره معناها صورته نمبر دو فيو طايحه على الاخر، ونعرفش هكايا حسيت بشويه احباط. ما صورتش البارح وما هبطتش، اما قلت لا يلزمني نهبط اليوم فيديو. حسيلو البنات ما نطولش عليكم، حبيت نسلم عليكم ونحبكم برشا ونبوسكم برشا، بالحق انتم اللي واقفه بيكم وقاعدين تدعموا فيا بكلامكم الحلو وكومنتاتكم المزيانه. ربي يفضلكم ان شاء الله يا رب، يجعلوا في ميزان حسناتكم، ربي يعطيكم القبول ومحبه الرسول، امين يا رب العالمين. اليوم البنات باش نعملوا المقلوب، اليوم باش نعملوا المقلوب الدياري ان شاء الله يا ربي، وصفه تنال استحسانكم وتجربوها وتقولوا لي عابر راهي نجحت لنا. يلا حبيباتي مع بعضنا نبداو في الوصفه ونبداو بلي زانغريديون. يلا مع بعض. باهي البنات لهناك هذوما لي زانغريديون: كعبه ياغورت ناتوريل، كاس ماء دافي، كاس حليب دافي، كاس زيت صغير، مغرفه سكر كبيره، مغرفه ملح صغيره، مغرفه زعتر كان عندكم مكعب والا مرحي، وباكو خميره كاتو، وباكو خميره خبز. هذوما لي زانغريديون امتاعنا. كان عندكم زاد كليل البنات تحبوا تفوحوا بالكليل الباد زاد كيف كيف، ما فما حتى مشكل، ليكم الاختيار. البنات يلا مع بعضنا نبداو في الوصفه، كل شيء باش نحطه مع بعضنا. ديجا الريسيت هذيا معناها عطيتها لكم الوصفه هذيا مع خبز المحشيه كان تتذكروش، اما قلت بيساش خليني نزيد نفكركم باش ما تنساوش. يلا مع بعضنا البنات نبداو نحطوا في لي زانغريديون. نحطوا كاس ماء دافي، كاس حليب دافي، كاس سكر سامحوني كاس زيت صغير معناها كاس نتاع تاي، مغرفه سكر كبيره، مغرفه ملح صغيره، نفوحوا بالزعتر. انا ما نحبوش مرحي البنات الزعتر، نحبوا هكاكا
كعبة الياغورت الناتوريل، بصراحة لازم البنات كعبة الياغورت الناتوريل تجيكم خفيفة وبنينة على الاخر على الاخر. باهي، ولهنا نحطو الخميرة. كان عندي مقص ما نعرفش وين حطيتو، يصيرلو سجود الحاجة تلقاها ما تخليهاليش. والبنات الفارس انا عندي اسكالوب باش نحط نطيبو الزعتر، شويه زعتر وزيت وملح. وانتوما البنات كيف عملوا كيفي انا. طاويك حبيبتي نمشيو نحطو الفرينه، نبقاو نتبعو بشويه بشويه كيما قلت لكم وكيما ديما نقول لكم يا البنات يلزمها تجينا مرخوفه العجينه باش تجيكم ناجحه 100%. عندي هنا باكو الفرينه، انا باش نعمل رطل وشويه، نبقى نطبع في العجينه نتاعي كيفاش باش تجي تشرب لي ولا البنات. ردوا بالكم الفرينه، نبقى هكا نغربل فيها وانتم كغربلوها قبل بوقت على سبحان الله اي حكايه. هاني جايه سوجو داي. وكما شفتوا البنات نحطوا كل شيء مع بعضهم في البيتخان. اللي ما عندوش البيتخان كيف يحط في الصحفه نتاعو المكونات الكل ويعجنهم. البنات الحاجه الوحيده اللي نجم نقولها لكم كونكم يلزمكم تعركوها بالكدا البات باش تجيكم البات خفيفه والبات تجيكم هكا مرخوفه. وردوا بالكم تحطوا برشا فرينه. انا البنات لي زانغريديون هذوك الكل كلاولي 750 غرام فرينه. انتم ابقاو تبعوا بشويه بشويه على خاطر راهي الفرينه ساعات تغدركم. انا بريسك الكيلو معناها قعد منه الطرف هذاك بالكل. صدقوني البات جات طياره على الاخر، جات خفيفه وبنينه مش هكا اللي يابسه وتتقرمش. حاسين والله صدقوني جربوها سامحوني جربوها بالحق معناها راهي ناجحه 100%. لهنا حطيت نكته زيت زيتونه باش نخليها تخمر على روحها. لهنا الحشو نتاعي دجاج، خس، سفناريا، موتزاريلا وزيتون. لهنا بعد البنات ما خمرت لي البات بالكدا باش نحاول نخرج منها اكل هواء الكل اللي فيها ونشكلها كعبورات صغار ونحطهم معناها نخدمهم ونشكلوا معناها الدويرات نتاعنا بالعجين ونحلوا البات نتاعنا. البنات ننصحكم ما تحلوهاش زاده لا هي خشينه ولا هي جويده، راهي ما تحبش تجي خشينه راهي تولي لكم خبز معاش بات نتاع مقلوب. الحقيقه نتاع ربي ماذا بيا ننصحكم ماذا بكم معناها ننصحكم معناها ما تخشنوش فيها البات على خاطرها فيها الخميره وبالسخانه باش تخمر. اما حاولوا باش تسخنوا الفور نتاعكم ماكسيموم معناها ديما قبل بدريجين حل قبل ما تبدا تخدم حل الفور نتاعك على اخر معناها درجه عندك معناها انت والفور نتاعك شنو هي السخانه نتاعو 180 240 300 كل واحد شنو عنده في الفور نتاعو. لهنا البنات باش نحط الشيره فيها موتزاريلا ودجاج نشخشخوها بالموتزاريلا بالكدا قد ما تحطوا جبنيه البنات تجي بنينه على الاخر ونحطوها في الفور. انا البنات لهنا عملت لو امي ما تحبش هكا جبونيت وكل موتزاريلا باش نعمل لها سوفلي. حطيت فيه بطاطا مسموطه، دجاج، عظام مسموطه، معدنوس، بصل، زيتون وهريسه. جات زاده بدينا على الاخر. لهنا كيما قاعدين نشوفوا بعد ما طابت لي هيك طابت بالكدا البات نحط الشيره الاخرى فيها الهريسه ونحط الخس والسفناريا والزيتون وانتم عاد والكونتيتي اللي تحبوا تحطوها. فما اللي يحب برشا سلايط فما اللي يحب شويه سلايط انتم شنو تحبوا. والبنات الحاجات اللي ذوما البيتزا والمقلوب وكل اللي باقيت فخسي وكل الحاجات ذوما الكل صدقوني يتاكلوا معناها سخونين بنتهم سخونين معناها مشخشخين سخونين. اما لا برد وحكايه فارغه. عرفتوا والله صدقوني لا حطيت في فوق طاوله ولا قعدنا معناها تعشينا مع بعضنا الطايح مرفوع. اي معناها الاول حاجه تحضر الكعبة اللي تحضر نحطها في صحن ونعطيها معناها لشكون باش ياكلها. هذا هي اللي قلت لكم عليها السفلي نتاع امي ما دهنتهاش بالعظام اما جات طريه بنينه على الاخر.
وكما قلت لكم البنات الطايح مرفوع. هذه هي كانت العشاء نتاعنا اليوم، وهذه هي كانت الريسيت اليوم. الحقيقة نتاع ربي على ماني فرحانة بأمي، كل شيء حطيت عملته فيسع فيسع تك تك، وجيت وقعدت وسلمت في خيوط راسي، التليفون والدنيا الكل سلمت فيها. مانيش شكلي قاعدة معناها لاهية باش نصور وكل. عازل البنات هذه الكعبة الثانية كم قاعدين نشوفوا ما شاء الله. ولهنا حبيبتي نوصل بكم لاخر الفيديو، ما تنسونيش من اللي جيم ومن لي كومنتير، نحبكم برشا ونقول لكم السلام.